إذا كنت من عشاق التحليات الباردة الاقتصادية اللي ما فيها لا فرن لا بيض لا كريمة سائلة، أرواحوا معايا نديروا اليوم هذه التحلية الرائعة بالفراولة. الفراولة راه وقتها راها رخيصة، مكونات ثاني كما قلت لكم اقتصادية. حاجة شابة تحمر الوجه، ديروها لضيافكم ولا ديروها للسهرة تاعكم. حاجة كما قلت لكم بزاف بنينة. نبداو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالمقادير، اول حاجه نقول لكم راني رجعت لكم بعد غياب، ان شاء الله غادي نزيد ندير لكم فيديوهات واحد اخرين ان شاء الله ما يكونش غياب طويل كما هذا الفتره. نبداو بسم الله. كما قلت لكم عندي هنايا كميه تاع فراوله. هذه الفراوله كانت عندي جامده وعندي واحده اخرى جديده، فبديت بهذه الجامده نغسلها مليح ونجي نقطعها هكا مربعات صغيره باش نديرها كي المعجون. نجيب هذه الكميه تاع فراوله. شوفوا هذه الكميه الاولى اللي شفتوها تقريبا واحد 8 حبات ولا 9، درت لي 3 تاع ليفيرين، حبات صغار ماهمش كبار، درت لي 3 تاع الفيغين. ومن بعد زدت كميه واحده اخرى تقريبا واحد النص علبه. اذا كانوا حبات كبار فديروا نص علبه تجيكم نيشان في المعجون من الداخل ومن برا. درت عليها 2 مغارف كبار تاع السكر ونحطها فوق النار على نار قليله وخليها طيب على راحتها. نجي للكريمه. بالنسبه للكريمه شافيها عندي كاس ونص تاع حليب، نزيد عليها مغرف صغيره تاع لافاني، 2 مغارف كبار تاع مايزينا ومغرف كبيره تاع سكر ورشه تاع الملح ما تنساوهاش، ضروري باش تعدل لكم الذوق تاع هاد الكريمه. ونديرها على النار الطيب، نقابلها طيب باش ما تلصقليش، ونجي نفرغها هنايا ونخليها تبرد على راحتها. شوفوا هنا انا ما خليتهاش للامانه بردت بزاف، نتوما خلوها تبرد مليح باش تبداو ديروا في الطبقه الثانيه. نجيب هنايا بعد ما طابت لي هذيك الفراوله، نجيب هذا الاله تاع البطاطا اللي نخدموا بها المعقوده، ونحاول اني نزير عليها باش نفتت هذيك الفراوله ما نخليهاش خشينه بزاف. نجي للكريمه اش غادي نزيد فيها. غادي نزيد فيها كاس تاع شونتيي. هذيك الكريمه كما قلت لكم انا ما خليتهاش بردت مليح، نتوما خلوها تبرد غايه باش تطلع لكم الشونتيي مليح عادي. هي غادي تبرد لانه ماهيش حاميه بزاف هذيك الشونتيي. ونجيب عليها ثاني علبه تاع فرماج ولا جبن طبيعي كما راكم تشوفوا. وهذا المغرف كبيره تاع فرماج كانت عندي زياده. شوفوا اذا ما كانش عندكم هذاك الجبن الطبيعي ديروا غير فرماج تاع الحبات ولا تاع البيدو عادي باش يعدل لكم الذوق وما تجيكمش حلوه بزاف. ونزيد عليها ربع كاس تاع ماء ونطلعها مليح حتى تطلع لي. شوفوا هنايا راكم تشوفوا فيها كشغل راها خفيفه بصح عادي من بعد غادي تماسك. نجيب الفراوله نديرها هكا على الحواف، نتوما بغيتو ديروا لي فيغين ولا ديروا فيها مول كبير ولا كيما بغيتو ديروها، ولا حتى تقدروا ديروها فريزي هذه التحليه. نجي ندير كما راكم تشوفوا. درت الطبقه الاولى تاع كريمه، ما كثرتش بزاف الطبقه الاولى تاع كريمه، درت يعني كميه معتبره لانه غادي كما شفتوا دارت لي 6 هذو تاع ليفيرين. يعني هذه الكريمه غادي نقسمها على 2 طبقات، طبقه في التحت وطبقه من الفوق. نجيب الكاطو، اي نوع تاع كاطو كان عندكم. انا كان عندي هذاك تاع فينجر، هذوك الحبات صغار هكا فتته ما نفخته ما والو، فتته غير هكا بيدي. ندير طبقه مليحه تاع كاطو. نتوما اذا كان عندكم مادلين ولا كانت عندكم موسكوتشو ولا جينواز ولا اللي كانت عندكم ديروها. ندير هذيك الطبقه كما راكم تشوفوا تاع الكاطو. راني هنايا نخدم انايا واختي كما راكم تشوفوا. ندير عليها هذاك المعجون بعد ما برد. نحاول اني ندير في الحواف هكا باش من بعد تبان لي منا ومنا باللي حمراء، وندير ثاني في الوسط عادي، يعني ما نخليش خاويه في الوسط كما هكا كما راكم تشوفوا. ونجي ندير طبقة زاوجة تاع الكريمة فوقها. نكمل الكمية كيما هكا طبقة من المعجون. كيما قلت لكم ديروا حاولوا انكم توصلوا للحواف باش تعطيكم نتيجة مليحة من بعد. ونزيد ندير عليها طبقة ثانية. هنايا في الطبقة الثانية تاع الكريمة مثلا اذا انايا الكريمه هذه خدمت لي هذه 6 تاع كميات، جاتني كميه مليحه يعني، فدرت كميه مليحه من الفوق تاع الكريمه. نسولها الوجه تاعها عادي، يعني ما تخلوها لا تبرد لا والو. ديروا كل الطبقات فوق بعضهم ومن بعد خلوها تبرد. ندير كاع الكميه تاع الكريمه في 6 هذوك تاع ليفيغين اللي عندي. هذو ليفيغين كبار يعني ما شاء الله يردوا كميه مليحه. نجي هنايا كيما هكا نسوي لهم الوجه بالمغرف صغيره ولا غير هكا نخبطهم بيدي تتسوى الوجه. ونجيب هذيك المعجون اللي بقى لي تاع الفراوله. كيما قلت لكم انا هذيك الكميه الاولى دارت لي
هادو 6 تاع ليفيرين، درت لي كاع منهم تحت شويه شويه و3 من الفوق، يعني قعدوا لي 3 من الفوق زدت عليهم الكميه اللي زدتها ثاني، زدت كاع درت كميه يعني شويه كبيره، زدت كاع على هادو الطبقات. والتزيين درت نص حبه كيما هكا تاع فراوله من الفوق، ولا التزيين يبقى اختياري، الا كان عندكم مكسرات ولا اللي كانت عندكم تقدر تخلوها غير هكا كيما هكا، ما ديروا عليها لا فراوله لا والو. انا هذا التزيين البسيط اللي درته، وهذه هي النتيجه النهائيه تاعها بعد ما زينتها وبردت لي. كيما راكم تشوفوا تجي كيما قلت لكم تحليه بزاف بزاف بنينه، جربوها على ضمانتي. كيما راه وقت الفراوله راها رخيصه، يعني ماهيش غاليه. علبه ولا تشري كاع زوج علب، خطرات شوين تلقاه زوج علب ب35,000 ولا 30,000، دير لك هذه التحليه الرائعه البنينه. فرحي بها وليداتك ولا ديروها الصخره ولا ديريها لضيافك، تحمر لك وجهك. خواتاتي وصلتوا كاع هنا، ما تنساوش تخلوا لنا اعجاب بالفيديو واشتراك في القناه فضلا وليس امرا. يعني اذا بغيتوا، اذا ما بغيتوش عادي. هنايا راني نحاول اني نصور لكم باش تشوفوا هذه التحليه من كل الجهات. شوفوا لي الطبقات راهم باينين، طبقه تاع البسكويت تاع الكريمه، هذوك الفراوله اللي درتها في الجوانب ثاني جات باينه. خلوها برك تبرد. هذا الكريمه كل ما طولت تبرد غادي تزيد تماسك، لانه كما شفتوا في بدايه الفيديو الكريمه ماهيش جامده بزاف. فانتوما ديروها هكا العشيه الا بغيتو تاكلوها في الليل، ولا ديروها الصباح الا بغيتو تاكلوها العشيه، وخلوها تبرد على غرضها. انا للامانه خليتها تقريبا واحد ساعه ولا ساعه ونص بردت لي. هذا مكان. هنايا شوفوا نسيت حتى كي وليت في النص تاع العلبه، شوفوا لي الطبقات كيفاش دايرين. هذيك الكريمه حكمه روحها، هذاك الكاطو ولا هذاك البسكوي شفتوا كاع ما شربناهش وجا طري هشيش شارب من هذيك المعجون تاع الفراوله. بهذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نقول لكم تهلاو في رواحكم، ما تنساوش اعجاب بالفيديو. سلام.